بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث لكم عن المدود كالمد الطبيعي والمد المتصل والمد المنفصل وغيرها من المدود. حروف المد. حروف المد: الواو، الياء، الألف. مجموعة في كلمة نو حي ها. نو حي ها. مثال على المد الطبيعي كلمة قال. هنا حرف المد هو الألف من كلمة قال. يقول حرف المد هو الواو. يقول. قيل حرف المد هنا حرف الياء. قال، يقول، قيل. كيف نتعامل مع حروف المد في القرآن الكريم؟ هناك شروط في الحرف ذاته، أو شرط في الحرف ذاته، وشرط في الحرف الذي قبله، وشرط في الحرف الذي بعده. كل مد من المدود لازم ننتبه إلى 3 أشياء. حرف المد، يعني إذا كان الحرف غير واو أو ياء أو ألف هذا ليس مدا. فالشرط الأول أن يكون الحرف من حروف 3: الواو، الياء، الألف. الشرط الثاني أن يكون ساكنا. إذن شرط أن يكون ساكنا. مثلا قال، الألف هنا ساكنة. يقول الواو ساكنة. قيل الياء ساكنة. إذن الشرط الثاني في الحرف أن يكون ساكنا. إذن هناك شرطان في الحرف ذاته: نو حي ها. الواو ساكنة، الياء ساكنة، الألف حرف المد ساكن. هذا الشرط، والشرط الذي قبله أساسيان. أما الشرط الذي بعده وهو بالحرف الذي قبله أن يتناسب معه مع الحرف المد، مع حرف المد. فالواو يناسبها حرف قبلها مضموم، أن يكون حركة الحرف الذي قبلها الضم. والياء يناسبها حرف قبلها مكسور، حاء أو دال أو سين، أي حرف. أما الألف فالحرف الذي قبلها ينبغي أن يكون مفتوحا. نعيد المثال: قال يناسبه الفتح، حرف القاف هنا مفتوح. يقول الحرف الذي قبل حرف المد الواو هو القاف مضموم، والواو ساكنة. إذن هذا الشرط الثاني أو الثالث موجود. يا قيل، قيل الياء وساكن وقبله مكسور. نو حي قي، نو حي قي. قال ها قا، ها ها قا. يقو نو نو. إذن الشرط الأول أن يكون واو أو ياء أو ألف. الشرط الثاني أن يكون هذا الواو والياء والألف ساكن. الشرط الثالث أن يكون في الحرف القبل حرف المد أن يتناسب معه. الواو بدها تكون ساكنة واللي قبلها مضموم. الياء بدها تكون ساكنة واللي قبلها مكسور، شرط كسر. الألف بدها تكون ساكنة وقبلها مفتوح عليه فتحة. نعم، هذان 3 شروط. أما الشرط الرابع أن يكون، إذا أردنا أن نقول أنه مد طبيعي، أن يكون الحرف الذي بعد الواو أو الياء أو الألف حرفا ليس همزة وليس
مشددا. نعم، فهنا يصبح حكمه من المد الطبيعي لينتقل إما إلى مد منفصل أو متصل أو غيره من المدود، سنتحدث عنها لاحقا. والآن سوف نتحدث عن المد الطبيعي. فمثلا نلاحظ كلمة قال، قبل قليل قلنا أنها مد طبيعي، جاء بعد الألف حرف عادي، قال حرف عادي غير مهموز، فهنا يكون مدا طبيعيا. قال قال قا، إذن ويمد المد الطبيعي حركتان فقط. قال، إذن حركتان فقط. أما إذا جاء بعد الألف الساكن وما قبله مفتوح همزة في كلمة واحدة يصبح مدا واجبا متصلا. لاحظ هنا قال، أما هنا قائل. نأتي على هذا المثال من كلمة سيماهم. سيماهم، هل هناك مد طبيعي؟ هل هنا ياء أو ألف أو واو؟ نعم، هنا ياء وهنا ألف. الشرط الثاني أن تكون الحروف ساكنة. سي، الياء ساكنة، ما، الألف ساكنة. الشرط الثاني صح. طيب، الشرط الثالث هو في الحرف الذي قبل حرف المد. بدنا نطلع أو بدنا نشاهد أو ينبغي علينا أن نراعي أو نرى الحرف الذي قبل الياء والحرف الذي قبل الألف. الياء يناسبه على مبدأ نوحيها، يناسبه حرف مكسور. فهل الياء مسبوقة بحرف مكسور؟ الجواب نعم. سي، سي، إذن هذا الشرط الثالث متوافق موجود. أما الألف الحرف الذي قبله حرف لا يهمنا إن كان ميما أو عينا أو سينا أو غير ذلك، المهم هل هو مفتوح أم لا؟ مفتوح. سيما، إذن هذا الشرط متوفر. بقي الشرط الأخير في الحرف الذي بعد حرف المد. سيماهم، الحرف الذي بعد حرف المد بعد الياء حرف الميم، إذن ليس همزة، إذن هنا مد طبيعي، نحكم عليه بأنه مد طبيعي، لأن بعد الياء حرفا ليس همزة ولا ساكنا ولا مشددا. كذلك الأمر بالألف. ننظر إلى الحرف الذي يليه وهو الهاء، كذلك ليس همزة ولا ساكنا ولا مشددا، عندئذ يكون مدا طبيعيا. سي ما هم، فهذه الكلمة فيها حرفان وفيها مدان طبيعيان. سي ما هم مثل كلمة سيئت، نطبق عليها الشروط. الياء هذا حرف مد طبيعي، الياء ساكنة، سي نعم ساكنة، الحرف الذي قبلها مكسور، نعم مكسور، سي. لكن الشرط الأخير لم يتوفر في المد الطبيعي وهو الهمزة. جاء بعد حرف المد همزة في كلمة واحدة، إذن هو متصل. في كلمتان منفصل، والمتصل يجب مده 5 حركات. نقول سيئت، 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 5 حركات نمد هذا المد، المد الواجب المتصل. فإذا كان في كلمة ثانية يكون مدا منفصلا. إذا جاء مثلا كلمة يا أيها، يا هذا مد بدايته طبيعي، الياء والألف، هنا الألف حرف المد وقبله حرف مفتوح وهو الياء. جاء بعده كلمة أيها أي همزة في
كلمتين فهنا مد جائز منفصل. جائز يجوز أن نقول يا أيها، ويجوز أن نقول يا أيها، ويجوز أن نقول يا أيها، 4 حركات أو حركتين أو 6 حركات. نعم. نريد أن نطبق القواعد التي تحدثنا عنها في هذا النص، وهو الآية 154 من سورة آل عمران. ثم أنزل عليكم، هل هنا يوجد ياء أو واو أو ألف؟ نعم، هذا الألف، لكن هذا الألف مفتوح، لازم يكون ساكن. إذن الشرط الثاني أكسنا عليه، ضربنا عليه، إذن لم يتوفر الشرط الثاني، فننتقل إلى ما بعده. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. نلاحظ هنا الألف كذلك الأمر ألف، وهو يكتب ولا يلفظ، لا يوجد واو، لا يوجد ياء. الألف هنا كذلك الأمر ساكن، ليس مدا طبيعيا. نعاسا، نعاسا، هنا ألف، نقف عند هذا الألف. الشرط الأول ألف، صح، هذا متوفر. الشرط الثاني أن يكون ساكنا، نعا، نعم ساكن. الشرط الثالث أن يكون قبله مسبوق بفتح، نوحيها، نعا، نوحيها. إذن الشرط الثالث متوفر. الشرط الذي بعد الحرف، حرف المد، أن لا يكون همزة فيكون مدا طبيعي. نعم، ليس همزة، إنه حرف السين، لذلك هنا نعاسة مد طبيعي. كلمة نعاسا، الألف هنا نعاسة، وإذا وقفنا على نعاسة يكون مدا طبيعيا مثل نعاسا، كذلك الأمر. أما إذا استمرينا في القراءة قلنا نعاسا يغشى، يذهب المد الطبيعي هنا. نعم، لأنه يفقد شرط أن يكون الحرف ساكنا، هنا يكون منونا بتنوين الفتح. يغشى طائفة، هنا يغشى، الياء هذا حرف مد، لكن هذا الحرف ليس ساكنا فلا ننظر إليه. نعم. الألف المقصورة هنا مثل الألف الطبيعية، يغشى، الألف ساكنة، وألف ألف وساكنة، إذن توفر شرطان. الحرف الذي قبلها مفتوح، نعم مفتوح، شا، حرف الشين. الحرف الذي بعدها ليس همزة ولا مشدد ولا ساكن، نعم، فهو حرف الطاء المفتوح. إذن هنا مد طبيعي، يغشى، شا. أما هنا كلمة طائفة، هنا ألف ولا يوجد لا واو ولا ياء، ألف، هذا الألف ساكن، طا ساكن. الحرف الذي قبله يناسب، نعم، الحرف الذي بعده وهو الفتح، حرف مفتوح بعده ألف مد، فهنا تناسب. الشرط الثالث هو أن يكون غير همزة أو غير ذلك، نعم، لكنه هنا همزة، إذن فينتقل من كونه مدا طبيعيا إلى، إذا كان في كلمة واحدة فهو مد واجب متصل. نعم، هنا في كلمة واحدة، طائفة في كلمة واحدة، الهمزة وحرف المد في كلمة واحدة، إذن هذا مد واجب متصل. نقول يغشى طائفة، وهكذا. منكم، وطائفة، الواو هنا مفتوح، لازم يكون ساكن. طائفة كذلك الأمر مثل طائفة، هنا مد واجب متصل. قد أهمتهم أنفسهم، ساعدوني في إيجاد المد، وها أنا ذا أرفع الكاميرا حتى تستطيعوا أن تقرأوا. يظنون،
بالله يظنون بالله غير، هون واو وهنا ياء. يظنوا نو، الواو ساكنة، نوحيها نو، النون قبلها مضمومة، هذا الشرط الثالث، نون بعدها الشرط الرابع. إذن نو يظن ما الطبيعي؟ نلاحظ هنا ما الطبيعي؟ بالله غير، هيا الياء قلنا حرف مد، غير ساكن أن يكون ساكنا، نوحي المد حرف المد ساكن. هنا ننظر إلى الحرف الذي قبله، ينبغي أن يكون على الحسب القاعدة قبل حرف الياء حرف مكسور، نوحي. غير هنا حرف الغين ليس مكسورا إنما مفتوح، لذلك انتفى شرط من شروط المد الطبيعي أو المد، لذلك هذه الكلمة ليس فيها مد. غير الحق ظن الجاهلية. هل وجدتم مدا طبيعيا جديد؟ طيب، يقولون هل فيها حرف مد؟ هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم. نلاحظ هنا يوجد مد طبيعي تركته لكم تعرفوه وتتعرفوا عليه، وهنا جاءنا مد في الياء ساكنة وقبلها مكسور وجاء بعدها همز، ولكن في كلمتين، فيصبح مد جائز منفصل. إذا كان في كلمتين يكون منفصلا، يجوز أن تقول في أنفسهم، ويجوز أن تقول في أنفسهم 4 حركات، ويجوز أن تقول في أنفسهم ما لا يبدون لك. يبدو لاحظ يبدو ما الطبيعي؟ يقولوا لو كان كذلك ما الطبيعي، وهكذا. لنترك لكم باقي الكلمات لتجدوا فيها مدا طبيعيا أو غير طبيعي. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هل يوجد في هذه الكلمات التي تلوناها ما الطبيعي أو غير ذلك؟ ضعوا إشارة لتعرفوه. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.